اهلا بيكم وحلقه جديده من بصراحه. الحقيقه النهارده نجمنا مختلفين جدا كالعاده، مختلفين شتان. مش هقدر اقول ان نجم افضل من نجم ولا نجم اقل من نجم، ولكن هما الفن اللي بيقدموه مختلف، الطريقه مختلفه، اكيد وجهه نظرهم هتبقى مختلفه. هنشوف الحوار ده هيمشي ازاي. ضيفنا الاول ضيف نجم من زمان، ولكن ثبت نفسه جدا السنتين اللي فاتوا، اجتهاد شديد جدا، اصبح من نجوم الصف الاول، وبحييه وببارك له الفنان ماجد المصري. اما نجمنا التاني بيحقق اعلى ايرادات في السينما، وبيقدم ألبومز بتعمل مبيعات عالية جدا، بيتعرض للنقد كثيرا، ولكن الناس برضو بتعتبره نجم. الفنان سعد الصغير. ايه حكاية ايراداتك اللي في السينما اللي بتكسر الدنيا طول الوقت، وبعدين نلاقي النقد في الجرايد انك ما تنفعش اصلا تكون موجود على الساحة الفنية؟ اول حاجه النجاح ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، وعايز اقول لك حاجه، النقاد دول اعداء النجاح، اعداء بجد، انا بسميهم اعداء. عشان كده الناس كلها، لا بس في نقاد بيفهموا اكيد يعني. اكلمك بصراحه، انا مش عايز نقاد ومش عايز الجمهور ده خالص. لا يعني استاذ طارق الشناوي، يعني كل الاساتذه النقاد دول نقول لهم كده اقعدوا على جنب؟ لو سمعت كلامهم هقعد في البيت. أني نجاح الحقيقي أكتر؟ نجاحك أنت اللي خدت سلمة ووصلت وحققت من غير ولا تهز وسطك ولا تعمل تجيب رقاصة جنبك ولا تعمل عري ولا كده؟ حضرتك ده ممثل حضرتك وراجل نجم حضرتك، احنا بناكل عيش، ما تشبهنيش بس ماجد مصر، انا باكل عيش حضرتك. لا يعني مش دي الفكره، لا بالعكس، انا عايز اقول برضو اقول لك هو محترف برضو، ما هو ده برضو مصدر دخله الاساسي. الفن الشعبي يحترم جدا، ما بنقولش حاجه، وهو عمل لون لنفسه وعمل شكل نفسه ونجح وفرض نفسه على السوق. يعني الفتره اللي فاتت ما فيش فرح ما فيهوش سعد الصغير. انا اتوجدت في السينما بطل، اوكي، بس ما كنتش كنت لسه بتعلم، او المنطقه اللي انا بشتغل فيها في كتير بيشتغلوا عليها. حضرتك اشتغلت في كلمني شكرا ليه؟ ضيف شرف. استاذ خالد يوسف اتبرأ من الفيلم. ايوه بس يا راجل حرام عليك. بس ماجد انت كنت ضيف شرف فعلا، ولا ساعات بيبقى في ادوار صغيره؟ لما تبقى ادوار صغيره انت شايفه ايه؟ لا انا بسألك. هو ضيف شرف مكتوب ضيف شرف على التتر. يعني كنت ما كانتش بوابه عايز تدخل منها السينما؟ ليه؟ فكتبت انا عندي 14 فيلم سينما انا بطلهم. لا انا قريت حضرتك ان حضرتك كنت بتجامل الاستاذ خالد يوسف في عشان الافلام اللي جايه يعني. يعني ايه بجامل الاستاذ خالد يوسف؟ يعني هو صاحب حضرتك فعايز تعمل معاه عشان يبقى سكه اخش منها السينما مثلا؟ لا انا اسف، قصدي مش سكه حضرتك، يعني مثلا هتعملوا فيلم بعد كده معاه، او هو قال لك بقول لك يا استاذ ماجد اعمل معايا الدورين دول مشهد، والفيلم اللي جاي انت بطوله معايا، ده انا قصدي كده. ما انا اتعرض عليا فيلم شارع الهرم ده على فكره من احمد السبكي. شارع الهرم بدل سعد صغير؟ لا مش بدل. انا ما كان دور مين ده حضرتك؟ ولا دور ولا حاجه اصلا. انا ما يعني مش، لا اكيد بقى دور سليمان عيد حضرتك، لكن ما انا اللي انا رشحتهم حضرتك ماجد المصري بدل سليمان عيد. مش فاهم، انا مش قصدي حضرتك، انا عايز نتكلم بصراحه ولا حضرتك؟ لا انا بكلمك بصراحه، ماجد المصري بدل سليمان عيد. انا بقول لك هو الدور ده اللي كان بيدوروا فيه على حد. يا سعد ماجد مش قصدي اسمك، طب اسمعني بس ما اتكلم. انت اسمك سعد الصغير يعني، فخلي بالك بس من الكلام. انت حضرتك كنت في وسط الكلام بتقول لي مفيش حاجه اسمها سليمان عيد ومش سليمان عيد يا استاذ ماجد. ما انت كنت برضه في وسط الكلام قلت بترقص، وبره خدتني واحده كده وانا داخل على الباب. لا مش واحده ولا بتاع. رحت قلت له بقول لك ايه، خد اقول لك خلي بالك لسه بتعمل الافلام اللي كذا كده، خلي بالك وانا داخل عليك من على الباب. استاذ ماجد اللي قال لي كده حضرتك، انا قلت بسلم يا استاذ ماجد حبيبي شرف ليا. قال لي وانت معايا في حاجه؟ قلت له ده انا قاعد بقالي ساعتين حضرتك دلوقتي ومستني حضرتك. قال لي تطلع مع فلان وفلان. قلت له يا استاذ ماجد، قال له انت لسه بتعمل الافلام كذا كذا؟ لا يا اخي انا ما قلتلكش كده، حرام عليك. سعد احنا اصحاب فمش عايزين نزعل بعض. انا بتكلم لا انت شويه مستفز فكره ان انت لغيت الناس كلها وانت بس اللي بتمثل وانت بس اللي مش عارف انا شايف كده، وبتكلمه بصيغه ان هو مثلا مبتدئ. لا ما هو نجم كبير. انت بتقول يا استاذ ماجد وحضرتك استاذ ماجد وحضرتك يا استاذ انا جاي اتكلم عن نفسي مش جاي اتكلم عن حد حضرتك. لا انا جاي اتكلم عن نفسي مش جاي اتكلم على حد. طب كلمنا عن نفسك يا سعد، كلمنا عن تاريخك شويه. اما تسالني حضرتك انا هجاوب. ما انا بقول لك كلمنا عن تاريخك، ما ده اسمه سؤال. سعد الصغير من 2010 لغايه دلوقتي مفيش. هنتكلم عن الغرور والغرور اللي بيصيب الفنانين. غرور ايه بس بعد الفاصل مع الفنان ماجد المصري فنان سعد الصغير. رجعنا لكم مرة تانية. فنان ماجد المصري، المسلسل رمضان طبعا مع سبق الإصرار عمل يعني نجاح غير طبيعي. ما بيبقاش صعب قوي بقى في اختيارك السنة اللي بعديها ان الناس تقارن بين العملين وتخاف
ان ما يعملش نفس النجاح، خصوصا الفنانه غادة عبد الرازق برضو ممثله قويه قوي. مع سبق الاصرار بعد مسلسل ادم، فطالع من ادم مش متخيل ان انا هقابل شخصيه بالجمال ده. عارفه ازاي؟ فلما دخلت اشتغلت مع سبق الاصرار ركزت في زياد الرفاعي وبس. انا ما سالتش لغايه دلوقتي حاجه حضرتك. عادي يعني بنتقبل النهاردة الكلام مش يعني. عارفة انت راجل أنا فنان يعني. ده راجل دمه خفيف جدا وقلنا هيخلي الحكايه نكته. سليمان عيد وحاجات. سليمان عيد ده لا عم فندم، الكل يعني. انا مش نكته حضرتك، مش ملوجست حضرتك. لا انا مش بغلط برضه في فنان سليمان عيد، انا بقول بس ان الستايل مختلف تماما. نعم فندم. سليمان عيد ده فوق راسي من فوق. وسليمان عيد ستايل مش بني ادم حضرتك، لكن مش روح. طب سعد، احنا هنكمل الحلقه بطريقه لطيفه ولا ما نخلي تجيش عليا استاذ ماجد حضرتك، لوحده؟ ما تجيش على حضرتك وانتوا الاثنين عليا بس. باين اول المشاهدين شايفين يعني. المفروض كنت تنقي يعني ضيوفك. ما خلاص انا اللي غلطانه فانت غلطانه استاذ ماجد. انا ما غلطتش بس كلام خالص هجيب لك انا ما كلمتكش حضرتك عشان خاطري. انا قلت يا فندم نصحتك من دقيقه، ما فيش داعي الكلام بقى. انا بحبك يا استاذ ماجد. لا اله الا الله. هخليك تكرهني. انا بحبك خالص، مفيش داعي ساعه. تكرهني يا استاذ ماجد ازاي يعني؟ هخليك تكرهني. ليه عملت لك ايه؟ تكرهني ازاي يعني؟ انا هخليك تكرهني، مش يعني انا اللي اكرهك. انا مش بكرهك. هتضربني يعني؟ لا يا راجل، العفو. عشان جسمك يعني؟ العفو. انا مش تامر حسني حضرتك عشان تضربني يعني؟ انا من شبرا وكنت شغال سواق تاكسي مش طبال زي ما هي قالت. هو انت الفنان لما بيتنقل نقله معينه بينسى نفسه. لا انت بتهزر ليه؟ ما اعرفش. لا عادي يعني. لا الشهرة بتخلي حياته قاسية أكتر. يعني أنا لما شفت صورك جوه دلوقتي قلت مراتك بقت بتغير عليك أكتر، بقى عندك معجبات أكتر. في ناس لما بتكبر في السن شكلها بقى أحلى. ماجد المصري من النوع اللي أنا حاسة إن بقى عندك معجبات أكتر دلوقتي. الحمد لله، يزيد ربنا يزيده ويبارك يعني. ده عامل لك مشاكل في حياتك؟ ده خالص بيساعدني جدا والله. بنات حلوة ما شاء الله اهو. لا بجد ده ما بيعملكش خالص مشاكل مع مراتك؟ لا انا مراتي اصل يعني مراتي واثقه فيا، واثقه في نفسها، فالحياه زي الفل الحمد لله يعني. وبتحب سعد صغير جدا. ربنا يخليك بس. نعم. طيب احنا معانا لو سمحتوا احنا معانا فيديو، تعالوا نشوفه مع بعض. انظر اذا صوب رجعت مرة، انظر اذا صوب رجعت مرة. مريم فارس كأنثى. أنثى. مريم فارس من أغنى أغنياء الوطن العربي دلوقتي، وهي من أهم المطربات اللي وشوفي بقى حضرتك يعني هزة الوسط عند مريم. لا بجد تفرق كتير والله العظيم، بتكلم جد. وانا بتكلم يعني في ست لما تهز وسطها بتفرق. يعني ايه؟ مش فاهمه. مفهومه. منوره سعد. عجبت بفنانه معاك في عمل؟ انت مثلا وانت في شارع الهرم من اوله لاخره كده، من اول الطلبيه ما فيش حد مثلا حصل حاجه؟ انا برضو ما كنتش في ديسكو حضرتك في الغردقه واتخانقت على بنات وطلعوا اتكلموا في البرنامج حضرتك، لو بتتكلم بقى. ديسكوتيك؟ في برنامج يعني قالوا حضرتك ان حضرتك كنت في الغردقه مش في شارع الهرم بقى اللي بتاعك بتتريق عليه، وعملت خناقه عشان بنات. عاكس بنات يعني؟ عاكس بنات. هو هيبقى فنان ويعكس بنات؟ انا ما ببلش حضرتك، ده جت في برنامج حضرتك وحضرتك ما طلعش يد رد ولا حاجه. ان هو عاكس بنات؟ كان في مشكله عشان خاطر بنات وهو عاكس، يمكن بيتبلوا عليه ولا حاجه، وهو عمل خناقه كبيره وهو ما اتكلمش. دي موجوده على النت حضرتك. ممكن تشتغل مع سعد صغير فيلم؟ ليه لا؟ واسم مين اسم مين اللي يبقى الاول؟ اكيد سعد طبعا. لا بجد. ايه المشكله؟ ليه اسم سعد يبقى عشان هو اسمه بيجيب فلوس اكتر. في ايه؟ في السينما ولا في الفيديو ولا في ايه؟ يعني في السينما. يعني لا هو ما بيشتغلش. هو بيعمل سات كوم دلوقتي؟ لا بيعمل سات كوم. لا انا ما اعرفش دلوقتي. لا انا بتكلم على السينما. محرز. بتكلم على السينما. لو اشتغلت في فيلم للفنان ماجد المصري، اسم مين اللي يبقى الاول؟ طبعا استاذ ماجد طبعا من غير اي كلام حضرتك. لا احنا مش هنجامل بعض يعني. لا دي حقيقه يا استاذ، مش هنجامل بعض يا بس فرق السن والتاريخ سلم حضرتك. انا لسه السن مش عارف، حسستني ان انا عملت حاجه في لحظه. انا قشر البندق ده كنت بتفرج عليه. انت ليه قاعد كل شويه تقول السن؟ انت عندك كام سنه يا سعد؟ قصدي سن مقام. انت عندك كام سنه بالظبط كده حضرتك؟ واحد اللي جاي ان شاء الله يبقى عندي 31 سنه. 31 سنه؟ اللي جاي. ازاي يعني؟ وقاعد تقول له السن انت متخيل ان ماجد المصري عنده كام سنه؟ انا حضرتك يعني مع
لا عشان انت قاعد تقول السن الخبره السن، فانت متخيل ان عنده 60 انا سنه اعرف انه عنده 48 سنه حضرتك، اللي انا سمعت يعني انه عنده 48 ده سنه. انا عندي 50 سنه. ماجد المصري المسلسلات السنه دي ناس كتير انها بتقول انها قليله، عشان كده هتتشاف بقوه. ناس كتير قوي كانت بتعلق على نوعيه البروموهات اللي احنا بنشوفها دلوقتي، ان فيها حاجات ما تنفعش رمضان. زي ايه؟ البروموهات بتوري واحده بتاخد دوش، التانية بترقص بدله رقص، التالتة مش عارفه ايه. انت مع ولا ضد ان نوعيه الدراما دي تقدم في رمضان؟ لا لازم طبعا في رمضان يبقى فيه تحفظات كتير، ونراعي ان المسلسل او العمل الفني ده هيتذاع في رمضان. بتعمل انت ايه بقى في رمضان؟ يعني هل بيبقى ادائك هو الرقص ونفس الكلام اللي انت بص بتقوله السؤال وانت بتاعك بتغني؟ عارفه اللي هو ايه، يعني عايزه تعملي معايا؟ لا عايزة اصل تطلعي انا مظهري عجبني وحش. قوي رده، لان في ناس كتير تقول لك لا التمثيل، والتمثيل نعمل فيه اي حاجه وفي اي وقت، وبدل مش عايزين مسلسلات في رمضان يبقى اللي مش عايز ما يشوفش. فانا احترمت رايه. والله فانا انا بصراحه في رمضان ما بعملش استشوار في شعري واكبره حضرتك، وبقعد وبالليل تلاقيني في النيطات انا عايز حضرتك بالظبط. سعد انا بسالك سؤال بجد. انتوا نوعيه شغلكم بتبقى كلها معتمده على النايت كلابز او الافراح، ما فيش حد بيتجوز في رمضان، وفي نفس الوقت ما فيش نايت كلابز، بتشتغلوا ايه؟ الشهر الوحيد حضرتك، الشهر الوحيد اللي بحاول حضرتك اكفر عن سيئاتي فيه. تعمل ايه؟ عباده. لا ما بتشتغلش يعني قصدي؟ لا كنت بشتغل الاول حضرتك قبل مره، دلوقتي خيم يعني وكده؟ خيم حضرتك، وكان بيبقى فيها برضو رقص وحاجات كده كل يوم حضرتك. كنت بقابل استاذ ماجد على طول حضرتك في الخيم، برضه حضرتك خيم محترمه، سحور بس جبن وحاجات ما فيهاش اي حاجه حضرتك، وما فيهاش رقص ولا اي حاجه. انت بترقص نفس الرقص؟ لا انا في الصيف بصي برقص كده، في رمضان برقص كده. بس حضرتك ايه يعني حضرتك عايزه برضه تطلعي المنظر؟ ترد باحترام لما اسالك يا فندم انا ما اغلطش في حضرتك، العفو انا ما اقدرش في حضرتك يا فندم، انا ما اقدرش في حضرتك. ما تهزش وسطك وكتافك وانت بتتكلم. حضرتك انت عماله تقولي رقص، انت مش جايبه دينا. هو يا عم انا بتبلع عليك ولا انت بترقص فعلا؟ ما فيش حد بيرقص في رمضان. ما فيش فرق بينك وبين دينا، ما فيش حد بيرقص في رمضان بتعملوا زي بعض. يعني ايه ما فيش فرق؟ يعني ما انت بتجيبها معاك في الافلام عشان ترقص يعني ايه جنبها. ما فيش فرق بين دينا؟ يعني انت بتقولي دينا، ايه الفرق بينكم يعني؟ لا اكيد في فرق طبعا. ايه يا استاذ ماجد ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ ايه الفرق يا استاذ ماجد؟ يعني ايه فرق اتنين بيرقصوا؟ لا اكيد في فرق طبعا. انا حاسس حضرتك بالتريقه. فرق حضرتك ايه الفرق حضرتك؟ لا التريقه راجل. لا هي ست وانت راجل بس، لكن نوعيه الفن اللي بتقدمه حضرتك شايف ايه الفرق بقى حضرتك؟ عشان احس كده ان يعني دينا قمر يعني. سعد لو طلبت نقوم نرقص، انتوا الاثنين مختلفين جدا، لكن اكيد كل واحد ممكن والله العظيم انا بحب فنك جدا. والله مش هترقص يعني انت بحلف لك بالله بعشقك. انا عايز اسالك سؤال، لو حضرتك يعني كملت حضرتك وبقيت مطرب طبعا صوتك جميل، وبقيت مطرب حضرتك ونطرب حضرتك، كان زمانك بترقص دلوقتي عشان تعصر الجو. يمكن. لا يا استاذ ماجد، لا اوكا اورتيجا بتشقلبه، وسعد صغير بتشقلب، ايوه دي حضرتك هتروح داخل لازم تغني وترقص. انا بقول لك ده شكل انا يعني مش هتشتغل. انا مش معترض عليه. لا يا استاذ ماجد، لو كنت عرفت يا استاذ ماجد اياميها كنت يعني عايز اقول لك لو عرفت ارقص يعني والله حاولت. انت ليه سعد بتقول لي يا استاذ ماجد وهو زميل ليك المفروض؟ عشان السن. يعني هو بيقول لك يا سعد فرق السن. انت ليه بتقول له استاذ ماجد؟ فرق السن. لا والله بجد. هي انا كده ليه بتقول له راجل استاذ ماجد؟ راجل ابن بلد يعني، وراجل لا يعني انت بتحس انك قليل جنب. لا هو بيقول لي سعد، هو بيقول لي سعد وانا بقول له استاذ ماجد، وده صح. ليه صح ليه؟ هو حضرتك شايف ان حضرتك هو راجل تاريخ وانا حد قليل فبيتريق عليا. لا اله الا الله. لا يعني انا بسال دلوقتي انت انت نجم بتحقق ايرادات ليه بتقول لماجد يا استاذ ماجد؟ لا التربيه مالهاش دعوه بالايرادات والكلام. يعني هو مثلا ما عندوش تربيه هو بيقول لك يا سعد احترم نفسك يا جدع، لم نفسك. انا ما قلتش حضرتك، انا بقول لك يا استاذ ماجد ما ينفعش تقول لي يا واد يا استاذ ماجد، يا استاذ ماجد ما ينفعش تقول لي لم نفسك. الاستوديو متكلف. يعني ايه استوديو متكلف حضرتك؟ يعني ايه؟ هتعمل ايه؟ انا مش شغل هتعلقني في الاستوديو انا ولا ايه؟ طب شوف معاصر ايه الاستوديو متكلف؟ هتكسره حضرتك ولا ايه ده؟ لو سمحتوا الناس كلها رزانها تمشي. انا مش شايف. ايه بقى يلا استاذ ماجد، استاذ ماجد عمري فندم، انت حضرتك ما تعرفنيش، انت حضرتك ما تعرفيش والله. سواق تاكسي والله، وبعدين من ساعه ما حلقت شعرك وانا بقيتش اخاف منك اصلا. انا سواق تاكسي. انت كنت خايف الشعر يعني ولا ايه؟ يعني ممكن بنقص الفن ده خالص وعادي
وانا وانت حضرتك يبقى براحتنا. والميدان واسع يعني. لا براحتنا بقى يا استاذ. انا ممكن استغنى عن الفن، حاجه مش تقدر تستغنى عن الفن. لا استغنى عنه. ليه؟ لا انا ممكن ليه ما يقدرش؟ لا انا ممكن استغنى عن الفن وارجع سواق تاكسي ونلعب بقى زي ما بيقولوا كده حاجه ما تعرفيش انت في الميدان واسع عشان حاجه كده مع جامعه امريكيه. يعني ممكن ابطل الفن لانها مش تبتدي انا بقى كنت حرب. موديلز لسه دلوقتي. انت اللي بتقول، انا بقول لك على وهي كلامك. الموديلز دول اجدع ناس. يعني انا عندي استعداد ابطل الفن دلوقتي ونقضيها بقى عارفه انت، ابعت لي وابعت له بتاع وخلاص، وشويه جيم وخلاص. هنخلص الحلقه دي. نعم يا استاذ. يعني انت شايف التريقه والاستاذه انا مش عايز اقول بتطبل له يا استاذ، يعني عيب بتطبل له في الحلقه يا استاذ كلها يا استاذ. ما تساليش سؤالين يا استاذ. ايه قله الادب؟ انا مش قليل الادب. انا مش قليل الادب. هطبله انا مش قليل الادب. مش قليل الادب يا اموره. هطبله ليه؟ مش قليل الادب. بقول لك طب وحياة ربنا هقوم اضربه. تضربي مين؟ تضربي مين؟ تضربي مين يا اموره؟ يا بتاعه خريج جمعيه. انت بتكلمي واد من شبرا يا اموره. طلعوا بره، طلعوا بره. انا ما بهزرش. بره مين يا اموره؟ انا هكمل مع بره يا اموره الكرامي. بقول لك والله العظيم ارميك بالبتاعه دي. ترمي ايه يا ماما يا اموره؟ ارمي ايه؟ بقول لك اطلع بره. فيك عيب يا جماعه. عيب انت ست عيب. اطلع بره. هو الاستوديو بتاعك ده اهلي كريم يا ابني. طلعوا بره. انت لو راجل كنت عرفت ارد عليك. طلعوا بره. لا وريني نفسك. انت وريني نفسك. انا بعشر رجاله مش عارف ارد بس عليك. ما بهزش وسطي زيك. لا انا ما بضربش حريم. انا ممكن اضرب رجاله يا حريم في عينك. امال انت ايه؟ راجل وراكبه شنب وانا ما اعرفش. والله العظيم هضرب. ده حته برنامج اللي عملتيها تتنك علينا على ايه؟ طب قوم هضرب يا ريهام. يا نهار ازرق يا استاذ عم حمدي. انا ما بهزرش يا حمبوزو. يا عم احنا واقفين في موقف احمد حلمي. لما تطلعوه بره هرجع. معلش كده انا اسف. طلعوه بره. ايه اللي يطلع بره ده يا استاذه؟ ده انت اموره قوي. اضحك يا عم الامور، اضحكوا انتوا. ما طبلوا لها. ايه في الاستاذ؟ يا ريت استاذ ماجد يجي هنا وهو ليه في الحاله استاذ ماجد؟ طب بص اقول لك على حاجه كويسه قوي. اطلع بقى بره عشان عايز اقفل انا الحلقه. يلا. لا يا استاذ ماجد مش هطلع بره. لا تطلع بره. لا يا استاذ ماجد مش هتطلع بره. تعالى بس. لا بعد اذنك يا استاذ ماجد مش هطلع يا استاذ ماجد. لا يا استاذ ماجد لا بعد اذنك. انا عايزك بس. انت عشان جسمك اكبر مني يا استاذ. عايزك لا مش تعرفني هينفع. على حنبوزه. لا مش هينفع يا استاذ. بعد يا استاذ ماجد عيب يا استاذ ماجد. عيب انا مش هعرف. لا عيب يا استاذ. مش ايه؟ لا يا استاذ ماجد. لا يا استاذ. عيب يا استاذ ماجد. تعالى بس. لا يا استاذ. لا يا استاذ. لا يا استاذ. لا مش هتنفع يا استاذ. هنشوف حنبوزه بس. لا مش هتنفع يا استاذ. عيب يا استاذ. تطبل لك بعض عشان تشتغلوا مع بعض في مسلسل ولا تمثيليه. لا انا ممكن اقلع القميص دلوقتي يا استاذ وسواق تاكسي وتضربني عادي يا استاذ. طب لو ذكر اقلع القميص هتعمل ايه يا استاذ؟ لا انت بتقول لو ذكر اقلع القميص. بص يا استاذ ماجد انا اقول لك كلمتين. لو ذكر. لا انا ذكر غصب عنك. لا انا ذكر يا استاذ. قولوا يا جماعه لو ذكر. بص يا استاذ ماجد اقلع القميص. كلمتين اتنين. لا يا استاذ على استاذ. بص اقول لك حاجه. اتفضل يا باشا. انا مش عايز اغلط في الفن. لا انا راجل وارجل منك كمان وهتضربني دلوقتي مش هسيبك بره. بس انت رجال مني انا. استاذ اضربني. اعمل اللي انت عايز تعمله. مسكله اعمل اللي انت عايز تعمله. اضربني يا استاذ. يا حنبوزو اضربني يا استاذ. لا انت حبيبي يا سعد. كلم يلا ناجي يلا. خليه يجيب 4 5 معاه بس عشان ينفع. لا انت 2 بس. خد يا ابني انت خايف يلا. يلا يا سعد يلا تعال. يلا بس. لا انا مش طالع يا استاذ. يلا يا سعد. لا مش طالع يا سعد يلا. لا مش طالع. يلا بس يلا. لا مش طالع يا استاذ. هتعمل اي حاجه يا استاذ مش هسيبك بره يا استاذ. طب يلا بس لا يا استاذ. يا سعد يلا بقى. يلا بقى ارجل منك وعيب. يلا عيب. في ايه؟ دفتره وانا مش هقول لك كده. دفتره يا حنبوزو. دلوقتي لا نزل ايدك يا استاذ واضرب تاني. اضرب تاني. صور يا عم. صور يا عم. اضرب يا استاذ. ايه ده اضرب يا عم. يا عم احنا مش في الشارع. ايه اللي انت بتعمله ده؟ لا في الشارع. اضرب يا عم. صورت ما ضربني هنا. حد من الانتاج يجي يا جماعه. اوعى يا عم. اضرب يا عم. ما تضرب يا عم. عيط يا سعد. عيط. لا مش عيط. مش انت اللي تخليني اعيط. طب عيط. لا مش انت. طب عيط. على الطلاق ب3 ما هسيبك على الوقعه دي. على الطلاق ب3 ما هسيبك لو وراك بلاد. على الطلاق ب3 ما هسيبك يا ماجد يا مصري وبطل الفن. كذاب. طب اوعى يا استاذ ما تغباش عليا. اوعى. لا كذاب. اوعى. عرفت يا جدع. كذاب. يا جدع عرفت يا جدع. ماجد خد يا تعالى.
طب خد تعالى، طب بص. خلاص مش هيجي جنبك. مش هيجي ايه؟ ما هو والله حد انت لقيته مستخبي ورا عربيه في ده مقلب، والمصحف ده مقلب، والله العظيم مقلب، والله العظيم. يقول احنا فينا صلاح. احنا فينا صلاح، احنا فينا صلاح. لا بس لازم اقول حاجه. لا بص الدم بس. لا اقعد. ولا عايزه اقول لكم حاجه بقى. اما وقعت انا ما اعرفش في الاخر ماجد المصري لما ابتدى يهزر كان فاقس الحكايه ولا لا، بص بس يرضي اقسم ربنا. بالله ان سعد هرب بجد. سعد ما راحش اوضته يا جماعة. وما راحش، طلع في الشارع استخبى ورا عربيه على الناحيه الثانيه. والله العظيم والله العظيم. وبقول له هو الظاهر عارف انها كاميرا خفيه ومقلب ومش عارف. قال لي مقلب ايه ده؟ انا كنت هموت في ايده اقسم بالله. مش عارف حاجه. يطلع له انت قلتي له يبقى عارف ازاي. سعد انت كنت مستخبي بجد. بس ايده ده لازم اقول دي. وبقى راح قايل لي ايه بقى؟ خشي اختمي من غيري. قولي له سعد راح يجيب لك ناس. لا عايزه اقول لكم حاجه، بالرغم ان هو مقلب، هو من شبرا فكرامته وجعاه بجد، ان رقبته وجعاه وانه بيخر دم، فهو بالنسبه له ان ماجد المصري ضربه بجد، ملوش دعوه بقى مقلب ولا مش مقلب. فعايز يدخل ارد له كرامته، اقول له يا عم انا هقول له انه مقلب، ليه ما تبقاش قاعد؟ قال لي مش داخل. مش داخل. قعد طول الحلقه مرعوب. بص بقى اللي فيه بس. فانا ايه عندنا في شبرا طبعا انت عارف، يلا اللي ماجد ضرب وبتاع، فانا ايه حجه بقول لهم مش انا ضربته بالكرسي؟ عارف كده؟ والله ايوه، عشان يروح في شبرا يقول لهم مش انا ضربته بالكرسي وضربته بطفايه الحريق وضربته وكذب بقى. بجد مش هزار. اه والله ده حقيقي. هو عامل ان هو بيعمل هزار، بس اقسم بالله هو عامل ده حقيقة بجد فعلا لان هو والله. متضايق بس بجد، وكان بره في الشارع هيعايروك. متضايق بجد هيعاروني والله العظيم طب. ثلاثه. يلا ماجد مش عارف ومش ايه. عايز يدخل. لازم نتعلم نتحاور ونقبل بعض ونقبل وجهات نظر بعض المختلفة ونقد بعض وصدرنا يبقى رحب، لأن ما ينفعش يبقى طول حياتنا شد وجذب وزعيق وخناق وضرب، لأن متهيألي إن احنا محتاجين دلوقتي إن احنا نبقى واحد. ومهما تكون اختلافاتنا، ماجد المصري ممكن يكون مختلف خالص عن سعد الصغير وممكن يكونوا مش قابلين بعض، ولكن لازم نتقبل بعض عشان لازم نبقى ايد واحدة ومن غير زعل. واشوفكم بكرة الصبح. والمصحف كنت زعلان بجد. اسفين يا صلاح.